الخوت الله يجازيكم بخير. الناس كيقولوا لي الهليكوبتر راه ما كيحبسوش، راه خصكم تعرفوا انه البلاصه اللي فيها الكارثه بلاصه كبيره بزاف، راه ثلاثه ديال الاقاليم مشروكين. منطقه اللي جبليه وجبليه صعبه بزاف. الناس اللي مشاو غير في الطريق ديال تيزين تاس يجوا كاك راه عارفين اش كنهضروا. الطريق اللي كانت مصايبه اللي جهويه وكان الناس كيدوزوا منها بالزز، ما عدا بك الطرقان اللي اصلا ما كاينينش المناطق الدواوير اللي بعيده. راه كاينين شي دواوير اللي راه ممكن ما يوصلوش لهم من هنا 48 ساعه يقدروا يوصلوا لهم. راه المأموريه صعيبه بزاف 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 بزاف. السلطات راهم ما مقصرينش، ما كذبوش على راسنا، خدامين في اطار الطاقه اللي عندنا، الامكانيات اللي عندنا. راه الزنزال وقع في واحد المنطقه اللي ماشي عاديه، راه ماشي في مدينه، راه بزاف الناس راه ما عمرهم مشاو تماك وجالسين كيشوفوا غير فيديوهات ديال الناس في واحد الحاله صعيبه تحت الحطام وداك الشيء، كيتحركوا عاطفيا وكيبداو يهضروا وما عارفينش الواقع. راه الامور راه ما ساهلاش، الناس راه دايرين فوق الطاقه ديالهم، لي زيليكوبتر راهم خدامين، ولكن هادشي راه خصو الوقت. راه هذا هو كتاب الله، ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي كاين باش تقولوا شي حاجه ممكن داروا والناس ما باغاش ديرها ولا المسؤولين ما باغاش يديروهم ولا هذا راه ما كايناش. وانا شاهد على شنو كنشوف وعلى شنو كنسمع. اغلب المناطق اللي فيها هذا الشيء هذا كاينين الناس اصدقاء ديالي اللي تماك كيصيفطوا لنا فيديوهات، كيصيفطوا لنا تصاور، التواصل معاهم. الامور راه صعيبه بزاف. فالله يجزيكم بخير. ما تخيلوش ان راه كاين واحد البلاصه الناس كتموت وبامكان الناس توصل لهم ما قادرش يوصلوا لهم. اللي كيوقع هو انه الفيديوهات اللي كتشوفوا كاينين الناس اللي في واحد القرى اللي فريمون معزوله بزاف، ملي كيجي كيلقى الناس هذا راه كيتسيبهم كيصوروا عادي وزعما ردة فعل عاديه. ولكن خصكم تعرفوا باش المسؤولين يوصلوا لهذيك البلاصه راه صعيبه بزاف. خاصنا نصبروا، ما عندناش شي حل اخر من غير الصبر. نحاولوا عافاكم تكالماو. راه الفتنه اخطر من الزلزال واخطر من هذا الشيء كامل، هي الفتنه. ودابا انا راه كنشوف الفتنه كاينه في لي ريزو سوسيو بزاف. الناس شي كيغوت شي كيدير، هادشي ما خصوش يكون دابا. بالعقل المسؤولين راه كيديروا اللي عليهم. بالنسبه للناس المساعدات، بزاف الناس كتصل باغا تعاون، باغا تدعم بالفلوس. الخوت داكشي اللي ممكن يدار دابا راه كيدار. اي دوار كتحل الطريق كيقدروا يوصلوا ليه، راه كيصيفطوا ليه المساعد، كيصيفطوا ليه الماكله، كيصيفطوا ليه كلشي. الدواوير اللي مازال بعيده راه كاين لي زيليكوبتر كيمشيو يوصلوا ليهم، كيعطيوهم المساعدات، كيعطيوهم الخبز، كيعطيوهم الماكله. ولكن راه ما يمكنش تغطي كامل الدواوير في نفس الوقت. راه كاين دواوير كيف ما قلت لكم اللي ما يقدروش يوصلوا لهم اليوم. ما عندنا ما نديرو، هذا هو مكتب الله. راه زنازل اخرى وقعت في بلايص اللي كانت الارض مسويه، كانت الارض مقاده وما قدروا انهم يوصلوا للمنكوبين. راه كاين اللي كيبقى 3 ايام تحت الحطام عاد كيجبدوه. نحضروا العقل الله يجازيكم بخير. راه ساهل انه بامكاني انا نجي ونبقى نبقى نحط الفيديوهات ديال الناس المضروبين ونبقى نقول اللهم ينظم منكر وفي مساعدة. هذه سهل حاجه، ولكن خصنا نخدموا العقل في هذه الكوارث، في هذه الفتنه اللي كاينه. خص الانسان يخدم العقل ديالو. الله يجازيكم بخير. بالنسبه للمساعدات، اللي قادر يدير شي حاجه، اللي قادر المساعدات الماديه، الفلوس، حاولوا انكم تجمعوا الفلوس، غنحتاجوهم من بعد ملي غيوصلوا لهاد الدواوير وتفك عليهم العزله ونحيدوا كاع الناس اللي مساكن تحت الحطام. ديك الساعه غنعرفوا الناس غنعرفوا الحالات الاجتماعيه اللي خصها التعاون. كاين اللي خصها دارو، كاين اللي خصها الكسيبه، كاين اللي حياته كامله مشات اللي خصها تعاود ازيرو. تما فين نحتاجوا المساعدات. هاد الجهد اللي معطي دابا انا خايف انه من بعد ما نكونوا محتاجين المساعدات بصح ديك الساعه ما لقاوش اللي يعاون. حاولوا الله يجازيكم بخير، تصبروا ونتكالماو وان شاء الله ما غادي يكون غير خير، واللي نكتبوا على الله حنا كنعيشوه. الناس اللي كتهضر تيقول لك علاش ما تمشيوش نتوما 17h, 23h11, la communauté internationale a fait part de sa solidarité.